عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا النهارده ان شاء الله لحمه، وهنعمله بطريقه سهله وجميله جدا ان شاء الله تعجبكم باذن الله. معانا كيلو لحمه، ده براحتك انت بقى، كيلو ونص زي ما تحب. معانا بصله وطماطميه، ومعانا قرن فلفل، معانا توابل، بهارات لحمه، معانا فلفل اسمر، معانا ورق لورا، حبهان ومستكه. طبعا معانا حله فيها ميه بتغلي على البوتاجاز، فيها الطماطميه، فيها الفلفل ماشي. وهننزل كمان ايه، هننزل مش بالبهارات كلها، هننزل بورق اللورا اهوت، معانا الحبهان، ومعانا حبايه ايه مستكه، الفلفل الاسمر، والبهارات اللحمه مش دلوقتي، لما اللحمه تغلي شويه ونحوش الريم من عليها، بعد كده نضيف البهارات عليها. هنحط اللحمه، ننزل باللحمه مغسول. اللحمه يا جماعه لها كذا طريقه، مش طريقه واحده بس دي اسهل طريقه. لو في شباب مثلا مسافرين او حاجه وعايزين يعملوا، دي اسهل طريقه لهم. طبعا فيها شغل، يعني احنا هنعملها عشان ناخد منها الشوربه بتاعتها. اللحمه دي بعد كده لها طريقه تانية هنحولها. طب هنعمل ايه جنبها؟ هنعمل جنبها ان شاء الله رز بسمتي. طبعا كل مرحله لما نيجي نشتغل معاكم على طول. هنغطي عليها بقى ونسيبها تغلي، وبعد كده نشيل الريم من على وشها. ماشي يا حبايب قلبي، دلوقتي احنا قلنا لما تغلي غلوتين 3 اي حاجه بتظهر على الوش بنشيلها. تمام. الحبهان اللي موجود فيها بظهر المعلقه كده، وقوم التكاله بيتفتح عشان يدي ريحه حلوه للحمه. طبعا حابه اشكر كل اللي دخل على قناه جديد، انت نورت القناه. طيب دلوقتي حبشنا الريم، هننزل دلوقتي التوابل اللي هي ايه، بهارات لحمه، معلقه بهارات لحمه، مع معلقه برضو فلفل اسمر، معلقه مش معلقه مش كبيره، المعلقه بتاعت الايس كريم دي. تمام يا جماعه. طبعا اللحمه دخلت على سوا، انا مش عايزاها تستوي قوي، يعني تبقى ناقصه حاجه بسيطه، عشان هنعمل ايه، حاجه حلوه قوي اللحمه دي. انا حاطط لها طبعا الملح بتاعها، حضرتك انت بقى ايه، حطي الملح اللي انت عايزاه. طبعا يا حبايب قلبي دي معلقتين زيت، تمام، مع معلقه ايه زبده كبيره. طبعا نزلنا بشويه زيت ومعلقه زبده كبيره، مع بصلتين حلوين كده متقطعين ايه جوانب. تمام. 5 دقايق كده على النار. هنعملها بشكل بقى جديد. عندنا عزومه بقى، عندنا ضيوف جايين، بصوا حاجه ثانيه. يبقى انا سلقتها، اخدت الشوربه بتاعتها للشرب، للطبيخ، نعمل بها طبيخ للاطفال الصغيره، لسان عصفور، اي حاجه. وطبعا اللحمه المسلوقه دي كذا طريقه، عامه اللحمه لها كذا طريقه، بس انا جبت لك اسهل طريقه واحلى طريقه لها ان شاء الله، تبقى حته لحمه باذن الله تحفه. ماشي يا حبايب قلبي، كده دلوقتي احنا نزلنا بايه، بالبصله على الزبده والزيت. طيب طبعا الدبل شويه اهوت، وطبعا هيخس عن كده كمان، يعني هيخش في مرحله الخرمله زي ما بيقولوا. طب هننزل بايه، هننزل بقى باللحمه، بتبقى ناقصه يعني ايه غلوه كمان، فعشان كده بقى بننزلها تاخد مع تشويحه مع البصل بقى. وهنشوف طبعا ايه المرحله اللي جايه ايه. طبعا بعد كده هتخش الفرن برضه، هندخلها تحت الشوايه ايه 5 دقايق. طيب هننزل بقى بالبهارات. البهارات ايه، البهارات بتاعتنا ايه. اول حاجه هنا معانا شويه فلفل اسمر، ربع معلقه فلفل اسمر، نص معلقه قرفه. طبعا القرفه دي خطيره في الحاجات دي يا جماعه. 7 بهارات، معلقه 7 بهارات، معلقه بهارات لحمه، وشويه ملح صغيرين، لان البصل طبعا مش متملح. طبعا انا قلت يا جماعه التمليح ده راجع لك انت بقى. هننزل طبعا بالبهارات اللي هو اللي انا قلت عليه، اللي هي القرفه، فلفل اسمر، 7 بهارات، بهارات اللحمه، وريحه ملح صغيره طبعا، لان اللحمه اصلا متملحه قبل كده، بس طبعا دي عشان البصل. بصوا بقى يا حبايبي، احنا دلوقتي حطيناها، هنهدي عليها بقى ايه قيمه ربع ساعه 10 دقايق على حسب ما تاخد بس لون. احنا اصلا كده لسه هنضيف عليها لون حاجه ثانيه هتخليها كمان ايه تحفه، اللي هي ايه بقى، عشان بعد كده هندخلها تحت الشوايه تاخد لها 10 دقايق وبعدين تطلع. طب هنضيف ايه، معلقه صلصه، لو عندك انت صلصه العلب معلقه.
تمام. هنقلبها ونسيبها 10 دقايق. بعد كده هنعمل فيها ايه؟ هناخدها ندخلها تحت الشوايه ماشي، بعدين هرجع لك. طبعا يا حبايب قلبي احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هندخلها بس تاخد لون تحت الشوايه. طب قد ايه؟ ساعه ما تاخد لون بس طلعها، يعني ما تاخدش 5 دقايق تحت الشوايه. وانتبهي ليه، يعني مثلا تقعد 5 دقايق 6 دقايق 10 دقايق، المهم خلي بالك منها لان طبعا هي مستويه، انا عايزاها بس تاخد ايه؟ لون. وكده شكلها النهائي يا حبايبي بعد ما طلعت من تحت الشوايه. وكده يا حبايب قلبي وصلنا لنهايه الوصفه بتاعتنا. يا رب تكون وصفه سهله وجميله. طبعا معلش بس حابه انوه عن الرز. الرز موجود على القناه، اللي حابب يشوف طريقه الرز هي موجوده على القناه برده، سهله وبسيطه جدا. ماشي يا حبايب قلبي، بكده يعني وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. باذن الله نلتقي على خير كده في وصفات جديده ان شاء الله، وتكون وصفه سهله وعلى قد ايدنا ونقدر ان احنا نعملها. شكرا يا حبايب قلبي، وما تنسوش كل اللي داخل على القناه جديد يا ريت حابه يشترك وينورنا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باذن الله. السلام عليكم.